خليني اقول لك ان ده افضل تطبيق كيبورد تقدر تحمله على موبايلك الاندرويد وموبايلك الايفون. انت ما تعرفوش، انا اعرفه، فكمل معايا الفيديو الاخر علشان تعرف ايه هو التطبيق ده. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا. علشان كده لو انت هنا جديد واول مره تشوفني فانزل اعمل لايك للفيديو ده واعمل سبسكرايب في القناه، ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك فاعمل لايك للبيج بتاعت الفيس دلوقتي وانزل اكتب لي كومنت يشجعني علشان اعمل لكم فيديوهات اكتر من النوعيه دي. كلنا بالاستثناء طول اليوم بنبقى ماسكين الموبايل، ومنا اللي بيتفرج على الفيديوز ومنا اللي بيعمل شاتس، وطبيعي كلنا لازم نستخدم الكيبورد بتاعت الموبايل. علشان كده انا النهارده جبت لك كيبورد رايقه جدا جدا، فيها اشكال كتير قوي صدقني الكيبورد ديت فعلا احترافيه وفيها حاجات ومميزات كتير قوي هنتكلم عنها دلوقتي. فلو ما كانتش الكيبورد دي كويسه وانت مبسوط منها فتحس ان انت لا انا مش عايز انا كيبورد بيزك او عاديه خالص، بالعكس انا عايز واحده كده فيها RGB مثلا، كيبورد نيون مثلا، حاجه فيها انيميشن. فالنهارده هنتكلم عن الكيبورد التحفه اللي معانا. الكيبورد اللي موجوده معانا النهارده هي اسمها كيز كوفي، يعني ما تعرفش ايه السبب او ايه الماتشنج الرهيب بين الكوفي والكيس، سبحان الله هي جت كده، يعني الموضوع جاي كده. الكيبورد اسمها كي كوفي واحنا بنحتسي كوفي. صراحه ما توقعتش التطبيق يكون حلو بالشكل ده ويقدم المميزات دي كلها، فخلونا ندخل على التطبيق ونكتشفه مع بعض. وما تنساش اسيب لك رابط التطبيق ده في الديسكربشن بتاع الفيديو، انزل حمله على الموبايل. في البدايه بعد ما تحمل التطبيق وتثبته على موبايلك بتدخل على الابلكيشن وبتلاقي اول حاجه وهي الثيمز، وهي الاشكال اللي موجوده في التطبيق. وصراحه في اشكال كتير جدا جدا، والمميز كمان ان هي فري، يعني تقدر تحملها وتعمل لها داونلود وتثبتها عندك على الموبايل مفيش مشكله، وتستخدم اي شكل من الاشكال اللي موجوده في التطبيق وده مجاني. طبعا في عندك حاجات كتير زي الهوت، في عندك نيو، في عندك حاجه اسمها انيميشن، في عندك كيبوردز نيون او الناس اللي بتحب النيون والاحرف كده يكون شكلها حلو كده وشكلها صايع، فصدقني هتلاقي حاجات كتير قوي موجوده في التطبيق. طيب في حين والله ان انا مش عاجبني الكيبوردز اللي موجوده في الابلكيشن، مع ان يعني ازاي مش هتعجبك، ده في كيبوردز خرافيه وحاجات ما شاء الله حلوه، بس افتراضا على انك مش عاجبك اي شكل من الاشكال ديت وعايز انت تعمل كيبورد على مزاجك، عايز انت تعمل كيبورد كده شكلها يكون مميز خاص بيك انت، فالموضوع سهل جدا في التطبيق، وهو انك بتعمل كرييت ثيمز او ان انت بتعمل ثيم او شكل خاص بيك انت. وطبعا ما تقلقش الموضوع هنا سهل بسيط جدا، تقدر تتحكم في الشيبس او الاحجام او الاشكال بتاعه الحروف نفسها، عايز تخليها دائريه، عايز تخليها مستطيله، عايز تخليها على شكل دائري او مربع، فديت از يو لايك. كمان تقدر تتحكم في الكالر بوردر بتاعه الحروف نفسها، عايز يبقى الالوان بتاعتها ايه دنيتها، فانت برضه نفس القصه تقدر تتحكم في الموضوع ده. كمان تقدر عايز تفعل وضعيه الشادوز، لو عايز يبقى فيه ظل كده ورا الاحرف يبقى شكلها حلو، مش عايزها بتشيلها، وديت ليك مطلق الحريه فيها. طيب خلصنا من موضوع ان انت تعمل ثيم لوحدك انت وتقدر تستخدمه مفيش مشكله. تعال بقى للنقطه الجامده جدا اللي موجوده في الابلكيشن الا وهي الستيكر. طبعا ديت اصيع حاجه، مفيش حد مننا بيستخدم الموبايل سواء واتساب، فيسبوك، ماسنجر، انستجرام وما بيبعتش ستيكر لاصحابه او ايا كان بقى الشخص اللي انت بتكلمه. ولكن خليني اقول لك ان الستيكر هنا شكلها فعلا حلو جدا جدا وكلها فري تقدر تحملها على موبايلك، ومنهم الستيكر بتاعت ايلون ماسك. طبعا لما بتحمل ستيكر من الستيكرز ديت بتنزل عندك في الماي ستيكرز، وفي قسم تاني حاجه اسمها الستيكرز ستور، وديت اللي انت بتختار منها الستيكر اللي انت نفسك فيها. وطبعا ما ننساش في قسم للايموجي موجود في الابلكيشن هنا، وتقدر تحملها برضو تعمل لها داونلود. طبعا بكل بساطه بتبقى قاعد في امان الله وتلاقي واحد بعت لك رساله قد كده اهوت محطوط بقى فيها رسائل التهنئه او الاعياد والكلام ده كله، فيها اشكال على حسب ما انت عايز بقى، في اشكال كتير جدا بتعمل لها داونلود از يو لايك على الشكل اللي انت مناسب ليك او اللي انت عايزه يعني. ومن
من اكتر المميزات اللي عجبتني صراحه في التطبيق حاجه اسمها الجيتشر تايبنج، وهي بكل بساطه لو انت شخص مش عايز تكتب مثلا الحروف كده، فانت ممكن بكل بساطه تعمل سوايب كده ايماءات او حاجه اسمها الانتقالات ديت، ان انت تنتقل من الحرف للتاني من غير ما تكتب انت كل حرف لوحده. فدي اسمها جيتشر تايبنج، برضه بتسهل عليك الكتابه، ودي حاجه حلوه جدا جدا برضه في التطبيق. بكل بساطه عشان تفعلها بتروح على السيتنج عندك في الموبايل وتخش على الانيبل جيتشر تايبنج وتبقى انت كده فعلتها خلاص. ميزه كمان عجبتني جدا في التطبيق برضه حاجه اسمها البوب اب اون كي بريس، يعني بكل بساطه لو انت بتكتب الحروف كده بيظهر عندك الحرف، يعني مثلا لما اضغط على حرف الاتش او حرف الجي او حرف البي بيظهر عندك الحرف كده، يعني بيعرفك انت بتضغط فين او اللي انت ضاغط عليه ده هو فعلا الحرف ولا لا. دي برضه حاجه حلوه جدا لو انت عايز تفعلها بتدخل على السيتنج وتفعل الميزه دي. اوفرول بشكل عام التطبيق فعلا فيه مميزات كتير جدا جدا، وصراحه من افضل التطبيقات اللي تقدر تحملها، وزهقت من شكل من الاشكال تقدر تعمل داونلود تاني لاي شكل من الاشكال وتستمتع بقى بالكيبورد ديت وتغير شكلها من شكل كيبورد بيزك عاديه خالص لكيبوردز احترافيه. وصدقني الحاجات دي كلها مجانا، ودي حاجه حلوه وبتميز الابلكيشن عن اي تطبيق تاني. فما تنساش برضه اسيب لك رابط التطبيق ده في الديسكربشن بتاع الفيديو، انزل حمله على موبايلك. وبس كده، وديت كانت كل حاجه عن فيديو النهارده والتطبيق بتاع النهارده الممتاز جدا جدا. اتمنى الفيديو بتاع النهارده البسيط الخفيف يكون عجبكم، فاكيد طبعا نصيحتي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس اهم حاجه علشان يجي لك نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد ان شاء الله هنزله. ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك فاعمل فولو للبيج علشان يجي لك نوتيفيكيشن باي فيديو جديد ان شاء الله هنزله، واعمل شير مع اصحابك للفيديو ده عشان يقدر يستفيدوا من التطبيق ده ويحملوا على الموبايل بتاعهم. بحب اشكرك جدا جدا وانت مكمل معايا الفيديو لحد اللحظه دي. اشوفكم في فيديو ان شاء الله. سلام.